القميص ده عمره 6 سنين، البلوفر ده عمره 7 سنين، الجيلي ده من 2017 ولحد دلوقتي بلبسه، الفيست ده دبل فيس من 2016 ومن اعز الحاجات عندي، ده اهم جاكيت عندي من 2015، 9 سنين خد بالك. يستحيل استغنى عن اللبس ده. انا بقول لك كده وانا عندي محلات ملابس. انا عارف ان هقوله ده ضد التسويق وضد مصلحتي وهيجيب لي مشاكل كتير، ولكن واجب عليا اقول انا مدير حسابات دولابي، فاهم ان اللبس مش ورقه واحده وتترمي، اللبس ده استثمار. الفاشن مش كام طقم تلبسه مره واحده وترميه، الفاشن انك تخلق 10 ستايلات مختلفه بقميص واحد بس. وده مش بخل او ضد الكرم او ضد الاخلاق في حاجه، ده عقل ونضج وحكمه. انت مش محتاج لبس جديد، انت محتاج فكر جديد. اما تشتري ركز على الجوده وما تبصش على الكميه. بلاش ترندات فيوزد وكاتنج واوفر سايز وباجي وقرف. بلاش تلبس لبس بتحبه كل يوم لحد ما تزهق منه وترميه. قبل ما تشتري لبس جديد اعرف انت هتلبسه على ايه بالظبط، ما تمشيش ورا ترندات. ولو عايز تجيب كتير شرط اساسي يكون بجوده عشان يقعدوا معاك عمر طويل. واعمل حسابك انك بتجيب عشان تحافظ على القديم وعشان تستثمر في مظهرك ليك انت مش للمجتمع، ويبقى عندك تنوع كبير، وتعرف ان اللبس زي الناس عندها مشاعر ومحتاجه تقدير.